من داخل عود الثورة الرنان، من داخل قلعة الثوار، من داخل مدينة قدرت تجسد كل معاناة الشعب السوري من أول أعوام الثورة السورية، من داخل ساحة المظاهرات، هاي الساحة اللي حملت لافتات ورسائل لكل دول العالم، وصلت معاناة الشعب السوري لكل دولة ولكل شعب عربي وأجنبي. ولكن من داخل هاي الساحة بعد إسقاط النظام نوجه نداءنا لكل مين بيؤمن بالحرية وبيؤمن بالحياة والكرامة. ايش اللي صار بهاي المدينة؟ اللي صار بمدينة كفرنبل أول ما خرجت بالثورة السورية دخلوا عليها تتار العصر ميليشيات النظام البائد بأول عام، واحتلوا أحيائها ودخلوا على مرافقها الحيوية واستخدموا مدارسها كثكنات عسكرية. من هاي المدرسة بدل ما يطلع شهادات التعليم صار يطلع منها حملات اعتقال لأهلها، صار يطلع منها قذائف مدفعية وبي ام بي ورصاص. من هاي المدرسة اللي استعصوا فيها أكثر من سنة وتم تحريرها بعام 2012 بالشهر السابع، والاحتلال الثاني كان بعام 2020 ظلوا محتلينها ما يقارب ال5 سنوات حتى اسقاط النظام البائد. خرجوا منها وعاد اهاليها وانصدموا بالمشهد اللي داخلها بعد تعفيشها وتدميرها. ولانه الثوره فكره والفكره ما بيقتلها سلاح، راح اقوم بحمله الوفاء لمدينه كفرنبل. حمله الوفاء لمدينه كفرنبل اللي بتهدف لاصلاح طرقات المدينه، لاعاده المرافق الحيويه لتخدم اهلها، ونعيد ترميم مساجدها ويصدح من مآذنها الله أكبر الله أكبر، ونعيد ترميم مشافيها ونعيد النبض لهي المشافي وللمرضى في مدينة كفرنبل. إعادة ترميم مدارسها لأن هاي المدارس اشتاقت لصوت أبنائها وأطفالها. كونوا معنا ب 31/10 بيوم الجمعة حتى نعيد الروح لمدينة كفرنبل وأهاليها اللي صمدوا سنوات بالثورة السورية.